السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي. اليوم نهار جديد مع فيديو جديد. اليوم إن شاء الله جيت ندير معكم واحد الوصفة شتوية 100% بالكرعين ديال الغنمي مع اللوبيا البيضاء أو الفاصوليا البيضاء. فبسم الله على بركة الله. الفيديو عندنا قصير. غادي ناخذ هنا عندي 4 ديال الكرعين ديال الغنمي، من بعد ما كنغسلوهم مزيان وكنحكوهم من داك الاوساخ اللي كتكون فيهم. هنا عندي واحد نص كيلو ديال الفاصوليا البيضاء. كل واحد يدير القياس على حسب عدد الاشخاص ديال العائله ديالو. هنا مباشره كناخذ واحد طنجره ديال الضغط، لان كما كنعرفوا الكرعين شويه كيديو الطياب. فبسم الله على بركه الله غادي نبداو في المقادير وفي طريقه التحضير. هنا كما قلنا عندنا 4 ديال الكرعين، غادي نديروا القليل من الزيت. ما نساوش بان الكرعين كيكونوا ميدمين وكيطلقوا لنا داك الجيلاتين. هنا غادي ناخذ بودره الثوم او تاخذوا الثوم عاديه. هنا غادي ندير القليل من الملح. الملح كيبقى حسب الذوق. وغادي ناخذ هنا واحد البصله كبيره اللي كنشنفها الى قطع كما يمكن لكم انكم تشلضوها او تحكوها. هنا عندي بصله كبيره، وعندي واحد 2 ديال المطيشات حكيتهم هنايا، 2 ديال المطيشات او طماطم. وعندي هنا واحد الربيطه ديال القزبر. وغادي نديرو التوابل، وغادي نردو هاد الكرعين هادو ندير لهم قياس الماء ونردوهم يطيبوا مزيان البنات. عاد غادي نضيفوا عليهم الفاصوليا او اللوبيا. هنا درت واحد راس معلقه ديال نصف ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، نصف ملعقه من الكركم او الخرقوم البلدي، نصف ملعقه من الزنجبيل او سكينجبير، وهنا غادي نضيفوا القليل من الكمون. الكمون غادي نديرو غير واحد الرويس ديال المعلقه، كما كنعرفوا اللوبيا كتواتى مع الكمون. غادي نضيفوا ملعقه مملوءه بالبابريكا او التحميره. وغادي نديرو هنا واحد شويه ديال القرفه البنات، كتجي فيها القرفه رائعه. وهنا البنات الا عندكم العظام ديال التمر ضيفوا واحد 3 أو 4 ديال العظام ديال التمر، كيساعدوا هاد الكرعين كيوجدوا لينا بسرعه. انا كما كتشوفوا معايا درت القرفه. ومباشره غادي ما غنقليش الكميله ديالي البنات، مباشره غادي نديروا الماء الكافي اللي غادي يغطي لينا هاد الكرعين، وغادي نردوهم على البوطه يطيبوا حتى يطيبوا. عاد غادي نضيفوا حتى يدخل لهم طيب مزيان. عاد نضيفوا لهم اللوبيا باش كيكونوا كيطلقوا لينا ديك الجيلاتين ديالنا، كيطلقوا الجيلاتين باش كيجينا هاد الوصفه كتجينا بنينه. هنا غادي نضيف واحد الملعقه كبيره من معجون الطماطم. فضروري البنات الا عندكم التمر ديروا 4 ديال العظيمات او 3 باش كيطيبوا لنا هاد الكرعين كيجيو بنانين وكيطلقوا داك الجيلاتين ديالهم. الا درنا هنا اللوبيا معاهم كما كنعرفوا الكرعين كيطلقوا الجيلاتين، غادي تحرق لينا اللوبيا، تحرق لينا بسرعه في القعر ديال الطنجره. فلهذا حتى كنطيبوهم. واللوبيا بطبيعه الحال كنكونوا طيب مرقدينها ليله كامله. كما كتشوفوا معايا انا الكرعين راه دخلهم طياب. غادي نضيف اللوبيا وغادي نضيف الماء الكافي، لان اللوبيا كتشرب لينا الماء. فلهذا غادي نضيفوا هنا الماء حتى تغطى لينا اللوبيا ديالنا مزيان. وغادي نسدوا طنجره ديال الضغط وغادي نردوهم يطيبوا تنحسوا بديك اللوبيا طابت. وغادي نقدموهم ان شاء الله بالصحه والعافيه. كما كنعرفوا هاد الوصفات، انا درت واحد الحبه ديال الكنور كتبقى اختياريه، طامه ديال البنه. وهذا هي الوصفه ديالنا. وزينتهم هنا بالفلفل الحار. كما كتشوفوا معايا واحد الوصفه اللي كتجي لذيذه وكتجي بنينه، كتجي هاد اللوبيا كتجي خاتره ومرغيه. فكنتمنى من الوصفه ديال اليوم انها تنال اعجابكم، وتشجعونا في هذه القناه بلي لايك وبارطاج،
وجزاكم الله ألف خير، ومرحبا بكم مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا لهاد القناة، والناس القدام كنقول لهم دار داركم، وكنتمنى التشجيعات ديالكم والبارطاج. جزاكم الله الف خير. وما نساوش هاد الوصفات التقليديه العريقه كما كنعرفوا. هاد الكرعين اللي كيكون فيهم جيلاتين مفيدين للجسم ديال الانسان، كيكونوا مفيدين للعظام. فهاد الوصفات هادو كما كنعرفوا الوليدات ما كيعجبوهمش، لكن حنا ما نساوش راسنا بهاد الوصفات هادو، لانهم كيجيو لذاذ وكيجيو بنان وصحيين. فكنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه، فانا متاكده بهاد الطريقه هذه غادي تعجبكم وغادي كتجي لذيذه ما تشبعوش منها. وصفات تقليديه وشعبيه 100%. فدائما خاصنا منساوش هاد الوصفات هادو. انا راه خليتهم طابوا مزيان البنات، فاش زدت عليهم ديك اللوبيا، طابت اللوبيا وهما يكملوا الطياب ديالهم، جاو بنانين. مع السلامة، نتلاقاو ان شاء الله في وصفة جديدة ومع فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوناش باللايكات وبالبارطاج، وجزاكم الله الف خير. اخوان والاخوات اللي دخلوا كاع على هذه القناة هذه كنشكرهم، وكنتمنى الصدق والمصداقية. ومع السلامة والى فيديو اخر.